يلا نعمل أطيب سماقية حلبية من فص حلب أبوي. تعالوا. عندي هون سماق منقوع ليلة كاملة 150 جرام. هلأ بدي أغليهم. نقعتهم بلتر ونص مي، غليتهم 10 دقايق، بدي اتركهم لحتى يبردوا. وبهالوقت بدنا نحضر حشوة الكبة. بدنا معلقة سمنة بلدية، معلقة صغيرة. بدنا ننزل عليهم باللحمة، وبدي نزل البصل. فتحت لهم دائرة بالنص. تدبل عندي البصلة شوي، اخلطها مع الباقي. معلقة ملح، رشة يعني قدر نص معلقة، 7 بهارات. وهلأ بدي نزل الجوز. هلأ بنتركها لحتى تبرد. برغل أسمر نص كيلو. هلأ بدي احط البرغل بعد ما غسلته وصفيته عليهم كاسة مي فاترة. ريحهم نص ساعة لتفتح عندي حبة البرغل. وبعد ما نفشت عندي حبة البرغل بحطهم عليهم بصلة مبشورة ناعم، معلقة ملح صغيرة، 7 بهارات قدر نص معلقة. لا تقعجنها، افركها كويس كويس مع بعضها. لنص كيلو البرغل بحط نص كيلو لحمة. انتو فيكم تحطوا 300 جرام، ما هي مشكلة. لا لسه بدها فرك، لسه بدها بس تفتح معنا، يعني لسه بدها فرك. طنجرة حامية على النار بدي انزل بشوية سمن بلدي، قدر معلقة صغيرة، بلحمة شقف. بس نشفت معنا هيك بهذا الشكل، ننزل عليها المي السخنة. هي الرغوة اللي بتطلع على وشها بدنا نشيلها. ورقتين غار وحبتين هيل. وهلا الصماء برد معنا، بدنا نصفيه. ونتخلص من الباقي، من اللي ضلوا، ما عاد فينا نستفيد منهم بشي. شوفوا مية الصماء ما شاء الله. نعم مي غليانة، بنحط عليها معلقة ملح. هلا بدي اسلقهم. هلا استووا معي، بدي اشيلهم. هلا بدي احط مية الصماء فوق اللحمة بعد ما انسلقت واستوت. حط عليهم معلقتين ونص من هاي معلقة الاكل دبس بندورة ومعلقة ملح. وهلأ بعد ما استوت عندي وصارت اللحمة رايحة نيفة، بدي نزل الباذنجان دغري بيستوي، ما بده وقت كتير. اخر شي بننزله بس يستوي بيغرق، ينزل بقلب المي. ناخد قطعة الباذنجان، واذا انقطعت معنا يعني استوت. انقطعت. معلقة كبيرة ثوم ومعلقة نعناع. ما احلاها. وهيك بتتقدم. هلأ قولولي، عرفت أحكي حلبي؟ وإذا عجبكم المحتوى ما تنسوا تتابعوني ليوصلكم كل جديد. وهيك بتكون أطيب سماقية
لا تنسوا تجربوها وتدعوا لي أكيد. باي.